كان بودي حقيقة أن نستعرض مع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات تلك السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوجاته ولعائشة بالذات. وأنا قبل سنتين أصدرت كتابا عنوانه صاحبة الحرير الأخضر، وأشرت في هذا إلى ما ورد في السيرة يا شيخ عدنان وأنت أدرى بهذا، يعني ما ورد في السيرة من أنه جبريل جاء بصورة عائشة، منها من قال في المنام بعض الروايات في سرقة حرير خضراء وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ولهذا طبعا أنا ألفت الكتاب من جانب بياني بلاغي علمي، لأن عائشة كما نعلم رضي الله تعالى عنها هي العالمة الأديبة الفقيهة، أيضا هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحب الذي عرفه الناس جميعا. فالحقيقة أنا من الجوانب الإيجابية في هذا الموضوع الذي نحن بصدده الآن أنه فتح بابا فسيحا أمام كثير من المسلمين والمسلمات لإعادة قراءة سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل كبير. والله أنا خلال هذا الأسبوع يا شيخ عدنان جاءتني اتصالات كثيرة، يعني اليوم أحد الإخوة كان يقول لي أنا سمعت عن كتابك هذا من زمان، يعني كنموذج أو مثال صغير عايز أقرأه والآن اشتريته والآن أنا أقرأ. فإذا في فضل عظيم. عندي وجهة نظر أنا يا شيخ عدنان أنه يجب أن نسقط من حساب كلامنا أمثال هذا الذي سب عائشة رضي الله عنها، وأن نعيد النظر في علاقتنا أسريا بسيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن كثيرا من بنات المسلمين وأبناء المسلمين لا يعرفون تفاصيل سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عندنا في منازلنا تقصير كبير يا شيخ عدنان. يعني نحن نتلقى كما تعلم المنافذ التي تقدم لنا الشبهات والشهوات لا تعد ولا تحصى هذه الأيام. أين المنفذ الإسلامي داخل الأسرة؟ يعني أنا أتكلم قبل فترة كنت أقرأ إحصاء يا شيخ عن مواقع الإنترنت في العالم التي تشتغل، تقول الإحصائية قبل 4 سنوات هنالك 100 مليون موقع، في 7 مليون موقع جنسي برعاية اليهود. طبعا هذه الإحصائية قبل 4 سنوات تقول يا شيخ 100 مليون موقع قبل 4 سنوات 100 مليون، 1% منها جنسية بحتة، يعني 100 مليون موقع. إذن الآن ممكن تكون 7 مليون بعد 4 سنوات. أنا سؤالي يا شيخ عدنان، لأن الذي يهمنا جدا أن نكون قاعدة لثقافة إسلامية قوية صامدة في وجه الشبهات والشهوات، وصامدة في وجه هذه التيارات التي تصدر عن مثل هذا الرجل وغيره. في داخل أسرنا هنالك أنصح دائما أنا في لقاءاتي بما يسمى بالجلسة العائلية، أن يكون للأسرة المسلمة جلسة لمدة ساعة في الأسبوع، نصف ساعة في الأسبوع. هذه الجلسة فيها قراءة شيء من القرآن وتفسيره، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزوجاته، حتى نكون ثقافة في هذا المجال لأبنائنا وبناتنا. أنا يا شيخ عدنان أقدم عن واقعيا نعم أقدم بعض الدورات وأسأل أسئلة عن بعض أمهات المؤمنين والله لا يعرفها، وشباب خريجو جامعات وبعضهم معلمون وبعضهم موظفون. إذن أنا في نظري مثل هذا الموقف الذي صنعه مثل هذا الرجل الحاقد على أم المؤمنين رضي الله عنها يجب أن يعيدنا إلى نقطة الإيجابية في التعامل مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه. فإذا فعلنا ذلك، أنا أذكر التقيت بإحدى الأخوات المسلمات في مصر قبل سنوات، وهي شاعرة في مجال الأدب والشعر، وكنت أظنها غير مسلمة لما رأيت من لباسها. يعني كانت في حالة من اللباس المعروف. فأنا نصحتها قلت يا أختي حتى لو كنت لست مسلمة يعني هنالك آداب وأخلاق يعني معينة. قالت لا الحمد لله أنا مسلمة وأنا اسمي فاطمة. فقلت له وفاطمة أيضا؟ قالت نعم. قلت ممكن تسمعيني قليلا؟ قالت مستعدة أسمعك، يعني هي إحدى الأخوات من لبنان. فقلت لها يا فاطمة سميتك يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم لها موقف أريد أن تسمعيه. قالت تفضل. قلت مما يروى عنها أنها كانت تحمل هم يوم الجنائز، فلما سئلت رضي الله عنها قالت إني أراهم يحملون النساء على النعوش ويضعون أردية تصف أجسادهن، حتى جاءت أسماء بنت عميس فبلغتها بأن الحبشة عندهم يضعون جريدا على نعوش النساء فلا تصف أجسادهن، فسري عنها. فهي ماذا قالت لي الأخت هذه؟ قالت هذا يا دكتور الكلام صحيح موجود؟ قلت هو هذا مروي في كتب السيرة، تريدين شيئا عن أمك عائشة. هذه عائشة الطاهرة المطهرة البليغة
قالت تفضل. قلت عائشة مما يروى عنها أنها قالت بعد أن دفن أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أدخل على أبي بكر وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول هذا زوجي وهذا أبي بثياب بيتي، فلما دفن عمر استحييت. الله. طيب فهذه المواقف أنا الذي أراه أخي الكريم ألا نشغل أنفسنا كثيرا يعني جميع القنوات بسب هؤلاء، يعني تأتي بردة فعل إيجابية إلى أن نستمع إلى ما يعني تقوله يعني في هذه المناسبة. سعادة الدكتور أعود إلى فضيلة الشيخ عدنان. يعني أنتم تقولون إن الطعن في يعني الطعن بالصحابة وأمهات المؤمنين هي عقيدة لدى الشيعة، وقد وجدنا يعني الكثير منهم سواء عائلات شيعية أو من علمائهم أو مرجعهم تراجع عن هذا وقال يعني هذا لا يجوز ولا يليق وغير ذلك من الألفاظ. فما تقول في هذا؟ أقول كأن الأستاذ الحبيب يفسر قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والعجيب أن الآية نزلت في عائشة من قبل واليوم، ولو أراد الله أن ينزل استشعرنا الآية وجددناها. يعني والله لو أراد الله أن ينزل آية في عائشة لأنزل لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم ويفسرها. فالحمد لله الشكر موصول لهذا الخبيث أن أحيا هذه الأمة كما أحيتها رسوم الدنمارك الخبيثة. لاحظ أحيت مهج، وبدأ الأعداء ينتبهون إن لا في ترابط بقى. أيوة أن المسلمين في تواصل إسلامي يعني. نعم. أما نحن نثمن ونقدر هذه المواقف التي صرح بها بعض شيوخ الشيعة، لكن حتى لا يتهموا من قبل المتطرفين بأنهم قالوا هذا على وجه التقية، ينبغي أن يجبوا الغيبة عن أنفسهم، أليس كذلك؟ فعليهم أن لا يكتفوا بالاستنكار، لأن الاستنكار يمكن أن ينصب على علانية السب لا على حقيقة العقيدة. لاحظ إلا من أكره وقلبه مطمئن. فممكن يقول هم ينكرون فقط، أنا سمعت هذا من بعض الناس، فحتى يبرئوا أنفسهم يجب عليهم نحن نتوقف لا نتهم ولا نبرئ، لأنهم أنكروا فقط الإعلان عن السب، علانية السب. ينبغي عليهم حتى تبرأ ذمتهم أولا أن يصرحوا أن الصحابة مؤمنون وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، وأن عائشة وأزواج النبي الأخريات أنهم مؤمنات ولا يقولوا مسلمات، حتى لا ينطلي هذا. بدأ المسلمون يفهمون حتى في البيوت تغيير من المصطلحات الشرعية، لأن المسلمة قد تكون منافقة لكن مؤمنة فلا تكون منافقة. الأمر الثاني عليهم الإنكار على الأولين، تنقية هذه الكتب. أيوة. الإنكار على الكليني، الإنكار على المجلسي، الإنكار على الجزائري، على النوري الطبرسي، على هؤلاء على علمائهم يجب عليهم أن ينكروا. فمجرد الإنكار على ياسر الحبيب كمن ينكر فرعا ويترك أصلا يرتوي منه الناس. أفرض أنه يا أستاذنا العزيز هناك ساقية قذرة، مجرى سيء، مجاري مياه، وثم تفرع والناس تأخذ منه، أنت تنكر على واحد ليش أخذ؟ أنت ينكر على اللي فتح الأصل. فالأصل موجود الآن في الكافي، والأصل موجود في التهذيب وفي الاستبصار وفي من لا يحضر، موجود هذه بحار الأنوار. إذا نحن الآن نناشد هؤلاء حتى يبرئوا ذمتهم وحتى يوعوا شعوبهم وأتباعهم. يجب عليهم أن يعلنوا النكير على هذه الكتب التي سقط وروت، أمثال الشيرازي وأمثال الخبيث وأمثال شحاتة وغيرهم. هذه القضية. والأمر الثاني يصرحوا. أنت رأيت في المناظرة الأخيرة أنهم لما قلنا لقد أستنكر، فقلنا له قبلنا استنكارك، لكن نقطة البحث هل عائشة مؤمنة؟ قال لا أدري.
أنا لا أدري أمام الناس. إذا نحن نناشد الآخرين أن يتمموا. لا، أنت سألت سؤال شرعي. المتعة ديني ودين آبائي، من عمل بها عمل بديننا ومن أنكرها فقد أنكر ديننا. هذا نسبوه كذبا إلى جعفر الصادق على فرض أنه صادق، يعني حديث صحيح عندهم. طيب حينما سألته هل زوجة المهدي تزوجت متعة أم لا، أنت تسأله عن دين، كأني مثلا تسألني هل أختي تزوجت أم لا. ما هو العيب فأن تقول لي أختك تزوجت أم لا؟ فأنت سألته عن دينه، هل هي مارسته متعة، يعني مارست هذا الدين أم لا؟ انفعل وهاج وماج، فكان ذلك فخا كما فعلت معه. يعني هي تذكر المشاهدين به فضيلة الشيخ. الأستاذ الغريبة في القضية، أنت تسألت عن دينه، أمر شرعي في دينه يقره هو عزيزا، انه هل زوجة المهدي تتمتع، فغضب وثار لأمر شرعي. ولما اتهمت عائشة رضي الله عليهم لم تتحرك فيه شعرها، ولم يغضب ولم يتحرك، كأن دجاجة ماتت. كأنه دجاجة ماتت. لا، هذا بيدل على أمر يا سيدي، أن المتعة مقبوحة طبعا فطرة. نعم. بدليل السادة لما تسأله تقول له تزوجني بنتك متعة، يقول لك لا، أبناء السادة لا يتزوجن متعة. نعم، هو فقط المصيبة على هالمساكين، على العامة الغلابة. طيب معنا على الهاتف مشاهدينا الكرام الشيخ محمد العامري من علماء المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. أهلا أستاذ محمد، وحي إخوانك الضيوف الشيخ عدنان عرور والأستاذ عبد الرحمن العشماوي. بادئ بدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من أنصار دينك وسنة نبيك والذابين عن عرضك الشريف من أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. اللهم اجعلنا من أنصارهم واحشرنا في زمرتهم واجمعنا بهم في رحمتك يا أكرم الأكرمين. أحمد الله عز وجل على ما من به من قيام قناتي صفا ووصال وسائر القنوات المشاركة معهم في الذب عن عرض الطاهرة الشريفة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها من اعتداء المجرم الأثيم شيخ ابن أبي سلول شيخ المنافقين. نعم. المدعو ياسر الحبيب الذي صار من أحباب الشياطين وجنده الإبليسيين لعنة الله عليه إلى يوم الدين. أود أن أقف في هذه الفتنة، وقد أثرى المشايخ والحضور ومن قبلهم ومن يأتي بعدهم إن شاء الله في هذه القضية بمسائل كثيرة. نعم. ولكني أريد أن أعلق على 3 مسائل. تفضل. المسألة الأولى قضية الطائفية التي أخذ يدندن بها بعض الكتبة وبعض الإعلاميين في هذه المسألة. حينما يلغ أعداء الله من الرافضة في عرض أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين يسكت هؤلاء ولا يتكلمون. نعم. وحينما يأتي أنصار الصحابة للذب عن عرضهم ونصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين تنعق هذه الأصوات بأن في ذلك تأجيج للطائفية وللفتنة ونحو ذلك. سبحان الله، من الذي خرج عن الخط المستقيم؟ من الذي تخلف عن الركب؟ من الذي تخلف عن الركب المحمدي والصحابة رضي الله عنهم حينما صوب سهامه وسمومه وقذائفه تجاه هذا الركب المبارك الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين وأمهات المؤمنين ومن سار على طريقته؟ هم الذين خرجوا عن هذا الخط ولم يكتفوا بالخروج فقط، بل أخذوا يشتمون ويسبون وينالون ويقذفون حتى سمعتم مثل هذه الترهات. طيب فنحن ندعوهم إلى أن يلتحقوا بهذا الركب. الثانية يا محمد، الثانية. نعم. حتى يتحقق فيهم وفينا قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. الثانية. أما حينما ينال منهم فلا شك أنهم هم المفارقون.